شكرا. اهلا بكم مره اخرى في البرنامج. لو انت بتتفرج في التلفزيون يبقى احنا بنهنيك لان انت عديت اكبر فقره اعلانات في التلفزيون. بنهنيك، انا ماليش دعوه خالص بالكلام ده، كلموا CBC، انا ماليش دعوه. احنا لسه في اول حلقه في السنه الجديده، وانا عايز اقول ان بالرغم من تشاؤمنا من السنه اللي فاتت انا حقيقه متفائل. انا حاسس ان شاء الله ان السنه دي هتبقى احسن بكتير جدا ان شاء الله. أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إحالة البلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف التحقيق في اتهامه بإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. بسنة على العموم حتى الآن مفيش حاجة رسمية جات لنا، لكن احتياطي أحب أقول لسيادة النائب العام أو أي حد يحرك قضية ضدي، أحب أقول له why do this why. المهم نرجع تاني للحلقة. انتوا عارفين ان الأسابيع اللي فاتت كان كل كلام البلد عن الدستور، وعشان يكون عندنا دستور كان لازم يحصل استفتاء. والحقيقة الدستور كانت كتابته مش سهلة خالص، البلد مرت بمراحل كتير. ممكن تتوصف بيه المرحلة دي مثلا انها كانت مليانة تعب، مليانة كفاح، مليانة عرق. دكتور مرسي والدولة في مرحلة ولادة، لكن الولادة دايما بتبقى متعثرة، فيها تعثر، لسه ما الجنين ما اتولدش، وفيها صعوبة. حالة الولادة لحالة الصريخ، الست فيها بتصرخ بيبقى عندها الطلق. لكن الخلافة على حجم النزيف بعد أن يقطع الحبل السري. هذا الدستور خرج كجنين مشوه. احنا لسه بنتكلم على الدستور صح؟ وكمان ايه حكاية ان هو طلع جنين مشوه ده؟ هي تأسية كان بتدخن وهي حامل؟ ويعني لما الدستور يكون طفل مشوه نستحمله شوية، ناخده في كنفنا، ما هو برضه ابننا من صلبنا. هذا دستور لقيط، ما هو ده دستور اصلا ابن ليل. فترة ظلام تم فيها اشياء خرجنا منها بدستور. الستات عامل زي شرف البنت، زي عود الكبريت، مرة واحدة خلاص خلصت. يا لهوي، لقيط ابن حرام، حاجات حصلت في الضلمة. دستورنا كان دستور خطيئة. هم كانوا بيعملوا فيه تأسيسية، اتاريهم كانوا بيقعدوا للفجر. انا برضو قلبي كان حاسس برضو من 9 اشهر كده، وتأسيسية ماشية بطال كده وبطنها قب حبتين. طيب اذا كانت الاغلبية عكت، ممكن المعارضة تصلح الغلط واللي انكسر يتصلح. ممكن المعارضة تنقذ شرفنا. حصل تزاوج ما بين يعني هؤلاء الفوضويين والبلطجيه وما بين التيارات السياسيه المعارضه الان. حصل تزاوج، ربما يكون زواج لكن يا للاسف غير شرعي، ربما يكون زواج عرفي، ربما يكون زواج يعني باي حاجه، يعني ربما يكون حاله من حالات الرذيله. ده ايه النجاسه دي؟ البلد دي طاهره وهتفضل طول عمرها طاهره. طب ما احنا لازم نشوف لنا صرف في الدستور ده هوت. طب نسربه في الشارع، نسيبه قدام باب جامع، طيب نشوف له اي حل. هذا الدستور لن يعيش كثيرا. اتعاملوا مع موضوع الاستفتاء على الدستور ده بمنطق اكرام الميت دفنه. يلا ناقص فضيحه قدامت. ما هو بكل التشبيهات المعفنه دي كان عايش بينا ازاي؟ ده عار، ده الكلام فيه ايحاءات اكتر من البرنامج بتاعي. طب ما فيش طريقه مثلا ان احنا نتعايش مع الدستور ده هوت، مثلا نحاول نصلح في مواد وبعد كده نصلح اللي اتكسر. ويا ريت ارجوكم بليز يعني يكون في رد سياسي موضوعي بعيد عن الايحاءات ديت. ما هي نفس الحكومة بس هنرقع شوية تحت اسم تغيير، زي ما كنا بنغير كده في دستور 71 كنا بنرقع في الدستور التغيير بنسميه ترقيع. فالترقيع الوزاري القادم ان شاء الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى ان يكون يعني ترقيعا في محله. هي الناس دي قصدها قبيح ولا انا اللي مخي زفر شويه؟ يمكن ده اصلا برنامج على الناس مش عارف. بعيد عن الكلام ده هو، تعالوا نرجع في الزمن شويه. هل كان ممكن نرفض دستور مشوه لقيط ابن حرام زي ده؟ هل المعارضه كان ليها رؤيه؟ كان ليها توقع للي هيحصل ده هو؟ هل هي شافت حاجات
احنا مش شايفينها؟ ان انا واثق ان النتيجه ستكون في هذه المرحله باغلبيه واضحه لصالح لا. نسبة التصويت بلا على الدستور حازت الأغلبية. أنا بس عايز أقول لكم حاجة في غاية الأهمية، إن الشعب المصري قال لا. ايه ده بجد؟ الشعب قال لا؟ امال النتائج دي ايه؟ الاخوان بيضحكوا علينا؟ ازاي المفاجأة ديت؟ الشعب المصري قال لا، إنما الصندوق هو اللي قال نعم. لا والنبي، لا بجد. طب ما الصندوق حلو اهو، ما بيقولش لا. وما صندوق النقد ده لام عليه ليه؟ بمناسبة الصندوق اللي قال نعم اللي ملوش علاقة بالشعب، خليني اوازي حضرتك عينة عشوائية من الصناديق اللي قالت نعم. وقبل ما اعرض الفيديوهات ديت خليني احذركم انها اتعرضت بالظبط كده على الجزيرة مباشر. مش عايزين نعيش في البلد. خش جوه شوف الباب اتقفل. الأغلبية بتقول نعم، فأنت عشان تقفل وتقول مش فأنت بتقول نعم. وده سبب من اسباب ان البرنامج بقى للكبار فقط. لو انت بتتفرج من البيت، التيت ديت من عندنا احنا. المسرح هنا اللي بيسوها من غير تيت. الجمهور قبيح قوي. لكن لسه في امل في معارضه قويه. المعارضه دي مش هتسكت على كده، احنا لازم ننشف شويه. اللي قالوا لا دي قوه مصر الناعمه. كل قوى النعمه بتاعتنا هنفقدها في وجود حكم الاخوان. هذا القطاع الواسع جدا من المصريين اللي هو اساس قوه مصر الناعمه. فعلا القوة الناعمة مهمة في الانتخابات برضو. ما هو برضو ما ينفعش نواجه الاخوان وقوعنا مقشف. المفروض كده تبقى كده مفوق مظبط، عامل سويتك تاتشات صغيرة كده، حمام مغربي، وخلي اي حد بقى يقف قدامنا. بس لو هو ده الحوار اللي طبق الانتخابات، خليني اقول لكم الشارع العادي بيرد عليكم ازاي. الأغلبية بتقول نعم، فأنت عشان تقفل وتقول مش فأنت بتقول نعم. وبنأكد مرة تانية ان التيت اللي في التلفزيون من عندنا احنا. وبمناسبة الشارع ممكن تختلف على اللي قاله الشعب، بس انا متأكد ان الشعب نفسه كان منقسم على نفسه. بداية الشغل كله تصالح بين جميع فئات المصريين، اللي قالوا اه واللي قالوا نعم. اللي قالوا اه واللي قالوا نعم. طب اللي قالوا ايوه طيب نعمل فيهم ايه؟ طب قدام النجاح الكاسح ده للاخوان كان ايه دور جبهة الانقاذ؟ خليني افكركم بموقف الجبهة الثابت والراسخ قبل الاستفتاء. لو احنا قدرنا من خلال حملة المقاطعة هتكون حملة فعالة جدا. الربط بمعنى ان ما حدش يروح ويشارك. ايوه بقى، هي دي المواقف. قاطع الاستفتاء، احرجهم قدام العالم، هي دي المواقف الثابته. كلنا هنقاطع، اثبت مكانك. فقد قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ايوه بعد ما نروح نعتصم ونقوم موقف المقاطعه، هنقاطع. مفيش استفتاء يعني مفيش استفتاء، نقاطع يعني هنقاطع. لرفض هذا المشروع والتصويت بلا. انت بتشتغلنا يا كابتن؟ انتوا بتخدعوهم هم ولا بتشتغلونا احنا؟ امبارح هنقاطع، النهارده هنقول لا، بكره مش عارف. خليني اوضح لكم الفرق بين الاخوان وجبهة الانقاذ. الاخوان الدستور هيتكتب، الاستفتاء هيتم غصب عن التخين، واللي زعلان يتفلق. جبهة الانقاذ يعني مش عارف بس مفيش توقف. الاخوان طز فيكم. الجبهة الشعب قال لا، الاخوان انت عبيط ياض. الاخوان عندهم قدرة ان هم يبيعوا لك اي منتج او رأي او قرار حتى لو كان منيل ب60 نيلة، وانتم بتلعبوا ملك وكتابة قبل اي قرار، وفي الاخر بتخسروا سواء ملك او كتابة. خليني اقول لكم مثال صغير. عارفين الدستور اللي اتكتب كونه ان هو وحش واتكتب غلط وفيه عيوب قد كده مش هتفرق، لان هم هيوصلوا لك الرسالة اللي هم عايزينها بالظبط. ان هذا من اعظم الدساتير اللي وضعت في تاريخ مصر القديم والحديث. أعظم دستور جه مصر، أعظم دستور أنتجته لجنة تأسيسية في تاريخ مصر. ده دستور متفرد، اللي بيقول كده ما يعرفش أي دستور في العالم. انا ازعم ان هذا الدستور اللي موجود دهوت هو اعظم دستور شهادته مصر من اول ما كان الدستور. لا ما تقوليش بقى، ما تقوليش ان في دستور في العالم اتكلم بالطريقه دي.
ما تقوليش كده. انت على طول متكيف كده في ايه؟ الدستور فظيع، خطاب الرئيس اي. الدستور ده هو امريكا واوروبا غيرانه مننا، العالم بيتعلم مننا من اول وجديد. ده احسن دستور جه في التاريخ. لا سوري، مش لدرجه يعني ان هو احسن دستور في التاريخ. اعظم دستور في الحقوق والواجبات في العالم والحريات، نعم، وفي العالم كله، وسوف يفتخر بنا العالم. البشرية لم تصل بعد إلى الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. البشريه نفسها ما وصلتش للدستور ده. هو عارف لان هو موجود على الكوكب ده من قبل ما البشريه تفتح اساسا. مش ما وصلتلوش. تحس كده يعني ايه؟ كائنات فضائيه هي اللي كتبته؟ احنا اللي فهمنا غلط. كانش جنين مشاوه، هو شكله كده. مش ملاحظين حاجه؟ نفس الناس اللي بتقول لك ان الدستور ده ما حصلش هم نفسهم اللي اتكلموا عن مشروع النهضه، الاستفتاء اللي هيوديك الجنه، المؤامرات الصهيونيه الامريكيه، اللولب والتوبس في الخيام، وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين، وبرضه صدقناه. ده احنا طيبين قوي 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 يا جماعه. يلا في الاخر دستور فضائي ابن حرام، دستور من قبل التاريخ. هو في الاخر دستور يضمن الحريات، يحافظ عليها، وان شاء الله من غير اي قيود. الدستور ده فيه قيود كامله لم توجد قبل ذلك في اي دستور مصري. هم قالوا ان في حريات متكتفه بقى، مزنوقه، متحرره حل شعرها، ملناش دعوه، هي موجوده. كنتش عرفكم البشريه يعني اول ما فتحت كانت الحريات عامله فيها ازاي؟ بس ليه الناس دي عايزه تأيد الحريات؟ ايه اللي حصل في البلد عشان يخافوا من الحريه؟ قلت لهم حضراتكم تقبلوا ان يوجد في مصر باسم حريه العقيده عباده الشيطان؟ قالوا لي لا. الدعوات لحفلات الجنس الجماعي انا سلمتها، انا شفتها بنفسي. عباده شيطان وجنس جماعي في مصر؟ لا، يبقى عندهم حق. مش بس يقدروا الحريه، لا يدفنوها. بس فعلا احنا عندنا حفلات جنس جماعي؟ طب ما حدش قال لي ليه؟ والاهم من كده تتعمل فين؟ بس هو قال ان هو عنده ادله وشاف الكلام ده بعينه. فين بقى؟ ازاي؟ انا شفتها بنفسي، اعلانات مكتوب فيها all girls free. all girls free؟ ده دليلك؟ يعني عندنا حفلات جنس جماعي وبنات ببلاش؟ طب ما حدش قال لي ليه؟ والاهم من كده هي فين؟ هو معنا مراسلنا من احد حفلات الجنس الجماعي خالد منصور. اهلا خالد. خالد، بالنسبه لحفلات الجنس الجماعي وقول جنس فري والبنات ببلاش، ممكن تاكد لنا الكلام ده؟ هو خالد بتعيط ليه يا خالد؟ بنات مش ببلاش يا بس. شكرا خالد، شكرا. خالد منصور وشادي الفونسو يا جماعه. يعني دليل الشيخ ياسر برهامي ان في ورقه بتتوزع عادي في الشارع عليها اول جيرلز فري. امال لو كان مكتوب عليها كابلز اونلي كنت قلت عليها تبادل زوجات؟ بس كده في امل. اذا كنا مسكنا عليهم ان هم ضحكوا على الناس بالدستور زي ما ضحكوا عليهم مشروع النهضه وكمان ايدوا الحريات، يبقى لسه في امل. في انتخابات البرلمان التيار المدني ممكن ينتصر، يطلع من عندنا ناس تتكلم بالعقل، تقول ليه الدستور ده هو مش كويس، مش بقى جو نظريه المؤامره الصهيونيه الامريكيه بتاعتهم دي. احنا اعقل من كده. اللي كاتب الدستور المصري امريكي. ازاي؟ المخطط الصهيوني الامريكي اللي معمول لنا عشان نبقى زي العراق. احنا قلبنا على قناه الحافظ. والله سالك اهو بدا. ايه ده تيار مدني تبعنا؟ احنا ناقصين تلبيس، معلش. هي حاجات موجوده في كل حته هنا او هنا. الامل دلوقتي في ناس عاقله، ناس في جبهه الانقاذ، يعني ناس تقوم بيها شويه. صحيح هم غلطوا كتير، لكن في امل يصلحوا غلطتهم. الاخوان والسلفيين متحدين مع بعض رغم خلافاتهم. اكيد المعارضه متحده مع بعض برضه، اكيد بيدفنوا خلافاتهم مع بعض. هذا كلام رجل مضحوك عليه مغسول مخه.
اللي عاوز ينقذ مصر يجمع كل الناس. لا لا استنى. ده عيب. هي دي جوة انقاذ مصر. انقاذ مصر من مين؟ لا لا استنى. وبنستغرب الاخوان ازاي. طب ممكن النشطاء او السياسيين ورجال الاعمال يلتفوا حوالين التيار المدني عشان يساندوهم رغم الخلافات، ما يشتموش بعض، ما يختلفوش مع بعض. قامت الانقاذ الوطني هي اللي غرقت. دكتور البلدي عمل لنفسه مجتمع ضيق قوي على قد. وانا النهارده لو وقفت لوحدي ضد البلدي لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا. باشمهندس ست اللي خدوا سلفينا يا باشمهندس. المهندس ممدوح حمزه معروف بمجهوداته في الميدان، زي مثلا توزيعه لكليبات الثوره او دخوله برنامج تلفزيوني بخروف. قال يعني كده حطيت عليهم. لا نماذج معارضه جميله الحقيقه. يعني العموم زي ما عيطنا على الدستور هنعيط على البرلمان، واذا كان الاخوان فاشلين فاحنا عندنا معارضه ممكن تتوصف بانها نص لبه. سوري، نص لبه لفظ تقيل شويه. طب نقول المعارضه مهزوزه مش مستقره، عامله كده زي ليه الخروف تنفع؟ ليه الخروف مهزوزه مش متماسكه. عشان كده الاخوان فينا. ده لكم على الفصل.